إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم قضايا إريتريا. عنوان هذه الحلقة: دور المغتربين في دعم الاقتصاد، هل هو دعم حقيقي أم ابتزاز؟ محاور هذا اللقاء: في بداية الحديث سنتعرف مدى مساهمة المغترب الإريتري في اقتصاد البلاد. هل يمكن القول إنه يقدم نسبة معتبرة أم هي لا تكاد تذكر؟ كذلك ماذا عن إشكال الدعم التي يقدمها المغترب الإريتري لاقتصاد إريتريا، وما هي الدوافع التي تجعله يقدم هذا الدعم؟ أيضا حجم الجاليات الإريترية في الخارج. لكي نستطيع أن نوازن بين كمية الدعم المقدر بين المغتربين مع عددهم بالخارج، في تقديركم يعني هذا السؤال موجه للشيخ حسن: ما هو حجم الجاليات الإريترية على مستوى العالم؟ كذلك فيما يتعلق بحجم الجاليات أيضا، هل ما يقدمه المغترب الإريتري لبلاده يعتبر أصل من أصول الاقتصاد أو هو على هامشه؟ كذلك ما تواجه التحديات التي تواجه المغتربين بهذا الصدد. أيضا بما يتعلق بين بين الوطن والمغتربين، فيما يتعلق كيف يوازن المغترب الإريتري بين واجباته تجاه وطنه والتزاماته تجاه أهله، وكذلك وبين متطلبات حقوقه لنفسه ولأهله. كل هذه المحاور نناقشها مع فضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان، الباحث في القرن الأفريقي عامة وقضايا إريتريا خاصة. فأهلا وسهلا بفضيلة الشيخ. أهلا وسهلا، مرحبا بكم ابن الشيخ. مدخل أولا في موضوع دور المغتربين في دعم الاقتصاد، هل هو دعم أو يعني ابتزاز؟ هذا العنوان المعني به المغتربون في إريتريا، المغتربون الإريتريون في أنحاء العالم، ملتزمون ببعض الالتزامات للدولة الإريترية. مدخل في هذا الباب، باب الاقتصاد، اقتصاد الدولة وموارد مالها عامة، وفيما يتعلق بما ينفقه المغترب الإريتري، سواء كان نسبة 2% أو فيما يتعلق بالدعم للجوانب الصحية، بعض المبالغ المقطوعة في الجانب دعم الكلى ودعم بعض الجوانب الصحية التي يتم سدادها عبر السفارات لدولة إريتريا. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إذا أردنا أن نعود قليلا في مسألة اقتصاد الدولة الإريترية الحديثة، يمكن أن نؤرخ له من تاريخ دخول إيطاليا نهايات القرن التاسع عشر حتى منتصف القرن العشرين اللي هو 41، ثم بعد ذلك العهد البريطاني، ثم العهد الإثيوبي، ثم الآن في ظل العهد الوطني. يعني يمكن تكاد تكون 4 مراحل. المرحلة الأولى في العهد الإيطالي حقيقة كانت شهدت إريتريا طفرة اقتصادية كبيرة جدا، وهذا طبعا كان ميزة مما تميزت به الفترة الإيطالية خلافا على الحالة البريطانية. في العهد الإيطالي وصلت المؤسسات التجارية العاملة في المجال الاقتصادي تكاد تصل إلى 700 مؤسسة. معناها حركة التجارة
وحركة الصناعة وحركة الزراعة انتعشت بشكل كبير جدا في العهد الإيطالي. ثم جاء العهد البريطاني، ولاحظنا بأن العهد البريطاني كانت سياساته مختلفة عن العهد الإيطالي في أنه ركز بحيث جعل إريتريا منطقة للمواد الخام فيما يخدم البريطانيين في تسليحهم أو في اقتصادهم أو في حروبهم. لم يفكروا في قضية تطوير الحالة الاقتصادية داخل البلد. الأمر الثاني، لأن أيضا البريطانيين كان عندهم أكثر من مشروع فيما يتعلق بالرؤية الإريترية. مثلا لم يكونوا يرون بأن والله وحدة إريتريا أرضا وشعبا، بل كان عندهم أكثر من مشروع يحاولوا أن يتحركوا فيه، فما كانوا حريصين على إظهار الدولة الإريترية بأن عندها قدرة على أن تدير نفسها عشان ما تمشي نحو الاستقلال. فدمروا البنيات الاقتصادية وأضعفوا الاقتصاد حتى يقولوا بأن هذه الدولة غير قادرة على أن تكون دولة مستقلة، نظرا لأن مواردها لا تسمح أصلا بإقامة دولة. وبالتالي في العهد البريطاني انتكست الحالة. نجي للعهد الإثيوبي. العهد الإثيوبي لك أن تتصور عبارة عن دولة تحتل دولة أخرى وتتحكم في مواردها وتتحكم في موانيها وتتحكم في شعبها وتقوم ثورة. طبيعي جدا في هذه اللحظة أن لا تكون هنالك حركة اقتصاد يمكن أن نتكلم عنها في الدولة في إريتريا تحت الاحتلال. نأتي إلى العهد الوطني. حقيقة العهد الوطني كانت هنالك فرصة كبيرة جدا لمسألة التطور بالاقتصاد الإريتري والنهوض به، لأنك أنت جئت من حالة ثورية وبلد منتهي، فأي شيء تقدمه من تنمية يظهر مباشرة. ولهذا نلاحظ 1991 إلى 1998 لحظة اندلاع الحرب كانت نسبة النمو تقارب 8%، يعني كانت نسبة كبيرة جدا. لما قامت الحرب وبعدها تراجعت إلى أن وصلنا تقريبا 2 أو أقل حتى من هذا الجانب. الأمر الثاني، السياسات أيضا التي اتبعتها الحكومة ما بعد فترة الحرب هذه أيضا أدت إلى أن موضوع الاقتصاد لا يكون بالشكل المطلوب. على كل، حتى لا أطيل، خلينا أدخل مباشرة في فقرة الموارد. هل للدولة الإريترية فعلا موارد يمكن أن تعتمد عليه، وما هي هذه الموارد؟ طبعا عندنا أكبر مورد يمكن أن يصنف من الموارد الكبيرة وهو مورد معطل، هو الموانئ الإريترية. يعني هذه الموانئ الإريترية لو تم استخدامها بشكل جيد، سواء ميناء عصب أو سواء ميناء التي عليها النزاع، أيوة، أو ميناء مصوع، يمكن أن تتحول إريتريا إلى دولة عبور لمعظم دول شرق أفريقيا، اثيوبيا وما وراءها، حتى جنوب السودان، يوغندا، المناطق الوسط المحبوسة هذه كلها كان يمكن أن يستفاد من الموانئ الإريترية. هذا المورد على كل حتى الآن لم يظهر بصورة واضحة نسبة ما يمكن أن يدخله على الدولة الإريترية. المورد الثاني هو الذهب، موضوع الذهب والمعادن. إريتريا طبعا معروف أنها تقع في خط يسمونه الخط الأخضر. هذا الخط يا شيخ برهان فيما يتعلق بشرق إفريقيا أو منطقة شرق البحر وغرب البحر، غرب البحر، 70% مما يعرف بالخط الأخضر، وهو فيه تقريبا المعادن الثمينة، 70% منه يقع في إريتريا. إذن أنت أمام دولة تكتنز فيها الموارد بشكل كبير جدا. عندك الذهب، عندك الفضة، عندك النحاس، عندك أشياء كثيرة جدا فيما يتعلق بالمعادن. حتى هذه اللحظة على كل المستخدم بشكل أساسي هذا المورد، مورد الذهب، إلى الآن على كل يدخل نسبة معتبرة في خزينة الدولة. ثالثا عندنا موضوع الزراعة. طبعا موضوع الزراعة نسبة كبيرة من الشعب الإريتري كما لا يخفى عليك يمكن تصل إلى 70% يعتمدون على الزراعة. صحيح المساحة المستخدمة حتى هذه اللحظة قد تكون ما بتلك، لأن إلى الآن الزراعة على النمط التقليدي، مع أن إريتريا الأراضي الصالحة فيها للزراعة تصل 17%، يعني ما يقارب خمس الأرض الإريترية صالحة للزراعة. والمناخ أيضا في إريتريا فيه أكثر من مناخ، وبالتالي يمكن الاستفادة من موضوع الزراعة. النقطة الثالثة أيضا فيما يتعلق بالثروة الحيوانية. إريتريا من الدول التي تصنف أنها
دول متوسطة في مواردها الحيوانية. عندك الماعز، عندك الضأن، عندك البقر، عندك يعني البقر وحدها مثلا عندك أكثر من 1,000,000 بقرة تقريبا موجودة في إريتريا، أكثر من 5 مليون من الماعز موجودة في إريتريا، أكثر من 3 مليون من الضأن موجود. فأنت لما تقارن هذا العدد مع نسبة السكان حتلاحظ بأن هذه الثروة مهما قلنا عنها متوسطة لكنها ليست بسيطة بالنسبة لي كموارد على كل، وخصوصا إذا كان تم التعامل مع مورد الثروة الحيوانية ليس بالصورة التقليدية في أنك أنت والله تشيل الحيوانات هذه وتصدرها إلى الخارج وهي حية، لا، يمكن أن يتحول إلى صناعات على كل ما يسمى الصناعات التحويلية أو ما يسمى في علوم الاقتصاد بموضوع اللي هو القيمة المضافة لموضوع المنتجات. هنا يمكن أن تتحول أنت إذا كان والله بس أخذت الجلود، يعني ذبحت البهائم ثم أخذت الجلود وأدخلتها في صناعات مثلا تحويلية، حتلقى نفسك استفدت من الجلود واستفدت من اللحم واستفدت من آثار ذلك. فإذا الثروة الحيوانية تعتبر أيضا إريتريا عموما تصنف أنها دولة متوسطة. عندك رابعا أو خامسا الثروة السمكية. سبحان الله، وجدت بأن نسبة المساحات المتاحة لإريتريا، مساحات المتاحة لإريتريا للصيد مساحات هائلة جدا. حتى هذه اللحظة لم تستخدم الدولة منها 10% تقريبا مما ينبغي أن يستخدم في هذا الجانب. دعك من قضية ما يتوفر كذلك من أشياء لها علاقة عموما بالمنتجات البحرية. فعموما حتى هذه اللحظة الثروة السمكية أيضا لم يكن الاستفادة منها بالشكل. طيب لماذا دكتور حسن أنت ذكرت الآن فيما يتعلق بالموانئ لم تستفد، فيما يتعلق بالزراعة لم تستفد، كذلك فيما يتعلق بالذهب والمعادن والبوسفور والنحاس والفضة وغيرها أيضا تمتلك على خط الأخضر 70%. ثم ذكرت فيما يتعلق بالثروة الحيوانية والآن الثروة السمكية. أيوة، أضف إليها البترول والنظام والغاز. أضف إليها البترول، أضف إليها الغاز. الدراسات تشير الدراسات التي حصلت في إريتريا بأن إريتريا حاليا بإمكانها لو دخلت الشركات يوميا تستخرج 200,000 برميل. طيب كل هذه الثروة ما الذي يجعل النظام يطلب من المغتربين نسبة 2% من رواتبهم؟ نعم، هذا ما كنت سآتيه حقيقة. يعني لاحظ أنت هذا الكم الهائل، يعني هذا كم الهائل من الثروة، هذا الكم الهائل حتى الآن في قضاء ما يجعل الشعب الإريتري 6 ملايين يعتبر أغنى من دول الخليج. نعم، ما في كلام. يعني شعبه كان مفترض يكون هي أزمتنا أنا في تقديري الأزمة أي. في الدولة الإريترية هي أزمة رؤية اقتصادية، أزمة رؤية حتى لإدارة الدولة ككل. يعني مثلا هل هي أزمة أو هو تعمد؟ هي المشكلة طبعا نحن خلينا الآن نسميها أزمة، بمعنى أن هنالك على كل رؤية معينة في صانع القرار السياسي في إريتريا يرى الدولة بمنظور معين يراها. نعم هذا هو، وإذا هي ليست هي أنا في وجهة نظري نعم أنها أزمة. هو يرى هكذا، إنما هو يرى أن البلد يجب أن يمشي بهذه الطريقة. نعم، يجب أن يمشي بهذه الطريقة. نعم، أحسنت في هذه صحيح. هو يرى أن البلد يجب أن يمشي بهذه الطريقة. نعم. يعني طريقة الإدارة في المعادن تحيرك، طريقة الإدارة في الزراعة تحيرك، طريقة الإدارة فيما يتعلق لو جيت إلى المورد هذا الذي تكلمت عنه. يعني مثلا الآن يعني الدول العظمى والدول حتى المتوسطة بتفتح استثمار للأجانب. نعم، باب الاستثمار مفتوح اليوم حتى في الدول الغنية التي لا تحتاج استثمار أصلا. صحيح. كالمملكة العربية السعودية وقطر وعمان وغيرهم. نعم. إريتريا نعم. لماذا لا تفتح هذا الباب؟ باب استثمار التجار. نعم. من الإريتريين وغير الإريتريين. نعم. يعني لو دخلوا إلى إريتريا لغيروها تماما. صنع. هذا الباب لماذا لا يفتح؟ ما مقصد النظام من هذا؟ هو على كل يبدو هنالك خوف من هذا الجانب. ما هو؟ أنا حقيقة عدد من القيادات بعض الإخوة السودانيين جلسوا مع الرئيس وتكلموا معه وصورة واضحة، فوجدت أنهم يقولون بأن الرجل يخاف من شيء اسمه تجار وتجارة. يعني عنده فكرة إنه والله أنت تتكون طبقة رأسمالية داخل حسب السيستم اللي هو على كل يحمله ما يعرف بالاشتراكية والمنظومة التي على كل تربى عليها في مرحلة الثورة. يبدو هنالك إشكالية فكرية وقد تكون هذه إلى هذه اللحظة متحكمة في المشهد. يعني مثلا وقفت على المؤسسات التي تعتبر مؤسسات مالية في الدولة كلها يتحكم فيها الحزب كلها، ولا يمكن لمستثمرين. طيب ما في مانع، خلي الحزب يتحكم، خلي الحزب يستفيد، تمام، لكن مع استفادة الحزب لماذا لا تفتح الأبواب؟
ما هي الاشكال يا شيخ برهان. يعني الحزب أنا لما الآن الحزب لو فتح باب الاستثمار للمستثمرين الأجانب الأمريكان والأوروبيين ودول الخليج وغيرها، كان اقتصاد إريتريا سيرتفع ارتفاعا كبيرا. أول المستفيد الحزب. نعم. أول المستفيد الحزب. نعم. سيكون عنده مليارات الدولارات في هذا الجانب. نعم. لماذا ما هو التفكير؟ لماذا الحزب يبقى هكذا بهذه الصورة من الضعف فيما يظهر لنا طبعا؟ نعم. أنا هذا سؤالي يعني. نعم. وحقيقة في إشكالية على كل، إشكالية واضحة في هل فعلا النظام يريد التطور لهذا الشعب، النماء لهذا الشعب، إنه هذا الشعب يعيش حياة ما أقدر أقول رفاهية، لكن هل يريد لهذا الشعب أن يعيش نوع من الكفاية؟ لأن أنا حقيقة قصة الرفاهية ما برقبها كثير يعني. حتى الجيش الإريتري نعم. يعني ما تسمع أن لديه مثلا مساكن، لا يعني وحدات سكنية لا هي هذه تمر على مثلا الآلاف من الوحدات السكنية. نعم. تلتفت تقول هذه لمن؟ يقول لك هذا للجيش الإريتري. هذا لا يوجد. صحيح. كذلك يعني أيضا حتى الآن لم تتحول الدولة الإريترية إلى ما يعرف بالجيوش المتحكمة، زي بعض الجيوش على كل دون تسمية، جيوش تتحكم في الاقتصاد. لا، حتى هذه اللحظة الاقتصاد يعني ماذا النظام لا يستمتع بهذه الإمكانات الكبيرة؟ حرمه الله من ذلك على كل هذه صراحة. هل هو مثلا هل له وجهة نظر يقول نحن لم نستقر بعد، الدول التي حولنا تطمع في مكتسباتنا، وبالتالي علينا أن نكون أقوياء ثم نؤدب الجيران ومن حولنا بعد ذلك سنلتفت؟ هل هذه وجهة نظره؟ وقد تكون هذه واحدة مما يتعلل به، لكن عمليا هذه انعكاسات اليوم ما نراه، انعكاسات هذه القضية أنك أنت أفرغت المجتمع نفسه من يعني اليوم الدولة الإريترية لا قدر الله لو حصل عليها أي هجوم، أنت أفرغت الدولة الإريترية من قدراتها، أهم قدراتها الاستثمارية وهو البشر. الشباب الإريتري اليوم اللي كان على الأقل قبل 10-15 سنة يشكل رصيد بشري واستثمار حقيقي للدولة الإريترية أفرق اليوم من داخل البلد. صح. أكثر من 50% بهذه السياسات. ما هي القصة وين؟ نعم. يعني أنت الدولة تحمى بشعبها، دولة تحمى بشعب، والدولة تحمل كذلك بمؤسساتها، أن تكون لك مؤسسات. أي نعم. أنا أستغرب أيضا لماذا تمنع الشعب من بناء بيته؟ نعم. بناء البيوت، بناء وعلى كل الوحدات السكنية. الحجة إذا أخذناها دون تعمق، تمسك بالاشتراكية يشبه لك كده، لكن الاشتراكية ليست بهذا الشكل. عشان نبرئ أيضا الاشتراكية من أنه والله نتصور بأن مقصود الاشتراكية تدمير الاقتصاد، ليس كذلك. كم من دول اشتراكية كانت يعني لها حضور ولها يعني صناعات ولها على الأقل اكتفاء في شعبها، لكن صح ما تحولت إلى أن تكون رأسمالية بحكم النظام. يعني نحن والله خجلنا حينما يزور إريتريا بعض السواح. نعم. ويقولون إريتريا وقفت عن التقدم منذ عام 1968. لم تتقدم إريتريا هي كم. هو على كل أنا خليني أقول لك تحليلي الشخصي، أنا يعني قراءة هي على كل قابلة هذه القراءة. يبدو أن من يتحكم الآن في رأس الدولة الإريترية حتى هذه اللحظة هو لم يقتنع بعد بالخريطة القائمة الآن ولا ببنيتها البشرية، بدليل أنه والله التحركات التي نراها في الآونة الأخيرة، الاتجاه نحو التجراي تارة، دخول تحالفات مع الأمهرة تارة، يعني هنالك سؤال طرحه حقيقة سعادة القنصل السابق اللي هو أخونا فتحي عثمان، كان من رموز النظام في المملكة العربية السعودية ومن الشخصيات الفكرية اليوم له أثر، يقول لماذا لا يرى رأس النظام أنه والله الدولة الإريترية دولة مستقلة ويجب أن يفكر لها كدولة مستقلة؟ ليش دائما شاغل نفسه بإثيوبيا؟ ليش شاغل نفسه بتركيبة البلد هناك؟ ليش يعني هل هو شاعر نفسه بأنه والله هو من هناك؟ يعني يجب أن تجر هذه الخريطة من هناك، ولن تجر إلا إذا أفرغتها أنت من شعبها. يعني السياسات كلها الآن تدل على أن هنالك إفراغ لهذا المجتمع. يعني أي بلد، صحيح الكلام هذا يا شيخ حسن. نعم. أي بلد تذهب إليه يتيح الفرصة لشعبه أن يبني بيته، أن يتوسع في بناء بيته، بل أن يتفنن. الاشتراكية مش هي أنك تملك سكن وتملك تعليم وتتعالج مجانا، دي هي صح ما تكبر رأس مالي، لكن الآن 30 سنة الأسر تكاثرت نعم، ولا زال البيت كما هو صحيح، بس لأنه المطلوب منه الزائد كله يطلع.
يخرج برا. ما هي هذه السياسة؟ ما المطلوب؟ ما الهدف؟ لماذا؟ هو تدمير على كل، سياسة تدميرية. ليس، أنا في رأيي ليس سياسة بناء. مهما حاولنا نلتمس لها لن تجد أن هذه النوع من السياسة أنه والله يمكن أن تبررها، يمكن أن تبررها بأي شكل. يعني حتى فكرة أنه والله إذا في مخاوف في محطة من المحطات أنت وصلت فيها إلى إمكانية أن تصل إلى تسوية محترمة جدا مع إثيوبيا، و2018 مثلا كانت فرصة لأنك أنت تطور هذا الوضع إلى حالة استقرار بين البلدين، والنظر في قضايا الخلاف الحدودية والنظر في قضايا المواني. للأسف الشديد النظام لم يشغل نفسه بهذا الموضوع، شغل نفسه بتصفية التجراي في داخل أرضه. فهنالك مشكلة حقيقية. وطبعا عشان نطرح سؤال آخر، هل يمكن أنت والله دولة بلا وجود ممثلين لشعبها، وجود برلمان، وجود حتى حزب فاعل يتساءل في السياسات، يضع بصمته على الأقل فيما يمكن أن يحصل، فأنت لست أمام حالة رسمية، حالة مؤسسات دولة بحيث تقول والله يا أخي كل السياسات هذه مقرة. ودي كنت حأجيها في فقرة إنه المغتربين وقصة 2%. يعني هذه القضية ليش تفرض؟ زي ما قلت، لو هنالك برلمان مسؤول ويقف على ميزانية الدولة ويحاسب الناس ويراقبهم، حيجي على إنه والله مدخلات الدولة ومواردها، وحيفرض النسبة البسيطة جدا اللي ممكن تكمل ما يحصل من عجز داخل موازنة الدولة، ويقول والله ممكن تصل 1%، تصل نصف في المية، أحيانا لا يلزم أن تأخذ أصلا نسبة إلا نسبة خدمات حاجات معينة وهكذا. لكن أنت الآن لست في وضع بهذا الشكل. يعني أنت الآن لو جيت لأي مسؤول إريتري قلت له ما هي الميزانية الرسمية للدولة الإريترية، لا يعرفها أحد، لا يعرفها أحد. أي سفير من السفراء لو قلت له كم الموازنة لا يعرف، ربما يعرف ميزانية مكتبه، ربما السفير يعرف ميزانية سفارته، لكن لا يعرف ميزانية الدولة. خلك الشعب العام إن والله الدولة في كل الدنيا في شهر 1 أو شهر 12 تقدم الموازنات في الحكومات الأفريقية نفسها، حتى أحيانا أسوأ الحكومات، وتجاز وتناقش، وزير المالية يعني يأخذ ويعطي، ثم بعد ذلك يبين للناس إنه هنالك هذه الموازنة فيها عجز أو فيها وفرة. كل الدنيا حتى الحكومات الملكية. لكن وضعنا ليس كذلك. لا الحزب يملك هذا الوضع، ولا البرلمان يملك هذا الوضع، ولا مجلس وزراء انت تستطيع ان يتحكم في هذا. كل هذا غير موجود. طيب يعني انا والله على كل، عشان اكمل الجزئيه بتاعت المغتربين. اي نعم. أيوة. نعم. في اطار الموارد وقفت سبحان الله، خصوصا في المحطه بتاعت العزله التي ضربت على اريتريا لما حصلت الحرب. اكثر من 33% كانت نسبه 2% من موازنه الدوله. 33%. والله. فليست بسيطة، اللي هي 2% زائد التحويلات. 2%. فأنت هذا المغترب اللي تسميه مغترب، أنت ما تفتكر إنه والله فقط القصة حاجات. الآن لا نتكلم يا شيخ برهان عن تجديد جواز، لا نتكلم عن رسومات هذا كله أنساه. إنما تتكلم عن أول ما تجي أنت لل2% أو في تحويلات لهؤلاء المغتربين لأهلهم إلى هؤلاء، هذه الموازن لا تقل عن 30 إلى 32-33%. عجيب. فمعناها يعني لما شعرت طبعا بعض الحكومات، وهذه دراسات أكيدة. أيوة، هذه تكلمت عنها دراسات موثقة ولها علاقة حتى بالبنوك الدولية الرسمية. فلوحظ بأنه لما حاولوا يفرضوا حصار ويعاقبوا إريتريا، وتتذكر قبل 2018 طبعا حاولت بعض الدول أن تحاصر إريتريا. هنا حاولوا سبحان الله يمنعوا الإريتريين الجاليات خصوصا في أوروبا. أي شخص دخل إلى أوروبا بأنه مهاجر من النظام وسجل هذا الوضع، إذا ثبت أنه يدفع اشتراك كانوا يلاحق. فكثير من الناس أحجمت. كثير من الناس أحجمت. فهنا تقلصت الحالة، حصل فيها نوع من التقلص. فعلى كل النسبة ليست بسيطة، نسبة كبيرة جدا. وكما تفضلت لو كان هنالك برلمان إريتري، يعني هذه أنت فرضتها سنة 91 بدايات التحرير، ينظر دائما في الضرائب وفي هذا النوع من الدفعات بين فترة أخرى حتى تخفف عليه. يعني أنا وقفت سبحان الله على التقارير المبعوث الأممي الأخير هذا عن حقوق الإنسان، وقف في تقريره 2023 وقف على اعتبر أول هذه الحالة هي داخلة في موضوع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، لأنه لها علاقة بالمنع من الجواز، لها تجديد الجواز، لها علاقة بالمنع من الدخول إلى إريتريا، لها علاقة بأشياء كثيرة جدا. تحرم أنت كثير من الحقوق المتاحة لك بشكل طبيعي إذا لم تدفع نسبة 2%. فهو اعتبرت على كل في التقارير الأممية الآن بأن هذا النوع من أنواع الابتزاز
إنه والله يتعرض له كثير من الناس. يعني شخص يقول والله أنا مثلا يأخذ من راتبي $1500، واحد يقول يأخذ من سنويا $700 $800. أحيانا تدخل أنت وعندك الوثيقة التي تثبت مخصصة، لكن 2% لا تكاد تذكر يا شيخ حسن، وهم أيضا يقبلون خطابات من أي شخص، أي خطاب هو يعتمد من عمله سواء كان حقيقيا أو غير حقيقي، هم لا يبحثون وراء هذا الموضوع أبدا. يعني هذه تحسب للنظام. لا أي مواطن يجي يقدم خطاب بأن راتبه مثلا وليكن 10,000 فيقول راتبي 2000 بيقبل النظام، ما بيناقش في هذه القضية. لا هي في بعض التقارير على كل بعضهم اشتكى من انه قال انا قدر لي، جيت يقول بالخطاب في نفسها هذه يقول جئت بالخطاب ومتوقع انه التقدير الذي سيخرج مثلا 100 ريال مثلا، فوجدت عملوها 200 ريال. قلت لهم يا جماعه ضاعفتم علي المبلغ. قال قيل لي بان المختص بالشؤون الماليه يقول مهنتك في البلد اللي انت فيه بكذا. نعم هم يقولون هكذا. أيه. لكن لا يشددون على الناس ابدا. وحتى في يعني خلينا نقول حق. وحتى في قضيه السداد لا يلزمون الشخص ان يسدد كل ما عليه من التراكمات. ايوه يقولون له قسط. نعم سنجدد لك الجواز لكن على ان تقسط، اليوم دفعه، بعد 3 شهور دفعه، وهكذا. هناك حقيقه. هي وين الاشكاليه يا شيخ برهان؟ الموضوع ال 2% زي ما تفضلت، لو نظرت اليها كنسبه من مخصصات الانسان انت لا تراها شيء، لكن انت انظر الى هذا الانسان والتزاماته. نفس هذا الانسان له التزاماته في البلد الذي هو فيه، نفس هذا الانسان له التزاماته الاهليه. يعني اليوم لا تكاد تجد شخص خارج البلد ليس له التزام تجاه الاسر. صحيح يعني هذا هو صحيح. مسكين يعني تتنازل. هم يدركون هذا تماما. أيوة. يدركون هذا تماما ان المغترب حتى لو حمل جنسيات اخرى هو لا يترك عائلته ولا يترك اهله. لا يوجد، انا حسب ما اعرف لا تكاد تجد شخص مقطوع تماما يقول انا والله خلاص يعني لا بل ربما نقول نحن 70% او 60% من الاسر في داخل اريتريا تتعايش بابنائها في الخارج. تتعايش بابنائها في الخارج. نعم. لكن الحقيقه يعني هذا النظام في مساله 2% هو متعاون مع الشعب في هذا المجال، لا يشدد على الشعب. لا قديما في بدايه يعني 91 و92 و93 كانوا مشددين جدا، وحصلت صدامات مع الشعب في السفارات المختلفة. ثم بدأ وفي حتات على كل فيها تسهيل. يعني اديك مثال، معظم الشباب الذي هرب قانونا هو مجرم، يعني وفق القانون العسكري هو مجرم، لكن سبحان الله ما يأتي للسفارات. هنا تأتي قضية التسهيل في قضية 2%، خلاص انت فريت من هناك أعطينا نستفيد منها. ايوه نستفيد منها. فكثير منها في هذه. فأنا كنت أريد أن أسألك وأنت أجبتني حقيقة. كنت أقول هل فعلا النظام مستفيد من 2% هذه؟ طبعا. فإذا بك تقول 33% من ميزانية الدولة. نعم. هذا شيء كبير. نعم وهذه تأتي مبالغ كبيرة. التقارير الدولية رأوا بأنه هذه الدولة قائمة فعلا بنسبة كبيرة على موضوع ما تعرف. خلينا نناقش هل هذا ابتزاز فعلا أم هو مساهمة. أنا أيضا إريتري. نعم. ويهمني بلدي. اتفقت مع النظام أو اختلفت فيه في بعض الجوانب. نعم. والبلد بحاجة، خلينا نقول بحاجة إلى أن يحافظ على حدوده. وهذا النظام ابتلانا الله به وهو قائم الآن يحافظ على هذه الحدود. كوني أنا أدفع 2%، هل هذا يعتبر ابتزاز؟ خلينا نناقش الموضوع بشفافية. نعم. هو على كل إذا نظرت إلى موضوع الضرائب بشكل عام هي فرع الشرعية كما يقولون في العلوم السياسية. يعني أنت لتفرض علي ضرائب يجب أن يكون بيني وبينك تعاقد، وليكون بيني وبينك تعاقد يجب أن يكون هناك من يمثلني في السلطة التشريعية عندما توضع. أنا جددت لك جوازك. لا ما إشكال. أنت الآن اللي قاعد تسافر فيه في كل الدول. أنت وضعتني هنا تأتي الابتزاز. ما أنا الآن يسموه يا شيخنا في شيء اسمه الإذعان، اتفاقيات الإذعان. غصبا عني أنا الآن لست، لا أنا ولا من يمثلني جلس على قائمة التفاوض ليحدد 2%. كده سلطة تنفيذية قررت أنه، بل هم يقولون حتى إذا لم تشترك أنت في محبر كوم فربما لا يجدد لك. نعم. وهذا التهديد أيضا سمعناه. هي ما أنا أقول لك الشبكات هكذا. يعني محبر كوم يعتبر تابع لنظام. نعم. في السفارات وغيرها. نعم. عبر محبر كوم يقيمون أنشطة، ومنها لابد أن تشارك $50 أو $100
حسب هكذا أحسن. فهي تأتي قضايا الإذعان في موضوع الضرائب بهذا الشكل. أنا مثلا أحترم أي ضريبة تصدر من المؤسسات التشريعية التي تقدر الحالات بتاعت الدولة، احتياجاتها كذا كذا، ثم تراقب وتتابع بعد ذلك في التنفيذ إلى أي مدى والله التنفيذ بشكل صحيح، تراقب الأجهزة التنفيذية كذا. هنا تتحول فعلا إلى مسألة ضريبة وطنية كما يقولون، وبالتالي الالتزام بها، القيام بها نوع من أنواع على كل. لكن في ظل غياب الشرعية، في ظل غياب الشرعية كل ما تراه من إجراءات فهي عبارة عن حالة إذعان. طيب خلينا نضع سؤال آخر شيخ حسن. نعم. لو لم تكن الدولة تجبر المواطن بدفع 2% من أجل تجديد أوراقه، هل تتوقع أن الشعب من تلقاء نفسه إذا لم يجبر، يعني جوازك نجدد لك إياه، دفعت 2% أو لم تدفع سنجدد لك. نعم. هل تتوقع الشعب ممكن يدفع 2% طواعية من نفسه حبا في بلده؟ هو في حالات على كل، أنا في التقارير هذه كثير منهم عبروا عن استيائهم، لكن أنا كنت أعود بالاستياء إلى أمرين. الأمر الأول، يشعرون بأن والله موضوع 2% يعزز هيمنة السلطة هم لا يرضونها، هذا عامل من العوامل اللي يخليك أنت. الأمر الثاني، يشعرون بأنه والله يمكن أن يتجاوبوا في حالة المخاطر، ولكن لا يلزم أن يتجاوبوا في غير حالة المخاطر. يعني إذا مثلا هنالك الآن توقع بأن يكون هنالك هجوم على الدولة الإريترية أو على كذا، معظم الناس تجدهم إيش؟ عندهم حساسية ويستنفرون ولا ينظروا هنا إلى قضية إيش؟ ويتناسون خلافهم عن النظام. بل أعرف في شخصيات معارضة قفزت من مركب المعارضة ووجدناها بالطرف الآخر. الله. أيوة الآن، فهذه موجودة. يعني فكرة أن الإريتري بغض النظر أنه والله حاليا من هو على رأس الوقت تجده عنده استنفار أنه يجب، لكن أول ما تهدأ الأمور يرى لا، يجب أن يكون هنالك نظام سياسي مقبول. أنا وهذا الإحساس بصراحة يعني ما رأيك فيه؟ يحسب الإريتري، يحسب يعني في كل المحطات يا شيخنا، كل محطات الحروب تلقى كثير من الذين كانوا ضد النظام تلقى بعد فترة في فترة الهجوم، يعني مثلا الفترة اللي حصلت الحرب التجراي، كثير من الناس انحازت إلى النظام ووقفت معه، هذا موجود يعني نعم موجود. طيب في نهاية الحلقة يعني كيف تلخص لنا موضوع ما يتعلق بالمغتربين وهم يعني يقومون بسداد واجباتهم، على كل حال سيسددون ما عليهم من الضرائب شاءوا أم أبوا. نعم. هذا لا مجال فيه، لكن الكلام ما هو توجيهكم إزاء هذا الموضوع، كيف ممكن يعالج مستقبلا فيما يتعلق بهذا. الحقيقة يعني حماية الدولة الإريترية يختلف تماما عن حماية النظام. نعم صحيح، هذا شيء وهذا شيء. هو خلينا نقول الآن أولا الناس ليسوا سواء، ليس كل إريتري قاعد يدفع ولا كل إريتري عنده 2%، لأنه كثير من الناس الذين فصلوا نفسهم تماما عن الجواز أو عن قضية الدخول إلى إريتريا أو كذا، هذول طبعا لحالهم ما شغالين بموضوع 2%، إما أنهم خلاص حملوا جوازات أخرى، وإما أنهم يناضلون في صفوف المعارضة وأوضاعهم مختلفة تماما. هنالك من هم فعلا تحت الإطار القانوني بحكم الجواز، بحكم الوثائق. الحالة الثانية من لا زالوا أيضا يرغبون في الدخول إلى إريتريا والزيارة، وحتى لو كان يحمل الجواز حمل الجواز آخر مثلا، لكن يريدوا أن يرتبطوا، هؤلاء يدفعون ويواصلون. عموما مثل هذه القضايا لها علاقة زي ما ذكرت لك بإعادة بناء السلطة السياسية وإقامة الشرعية، والشرعية طبعا بمستوياتها الثلاث: شرعية الاكتساب، أنه ما الذي يجعل هذه السلطة فعلا تكتسب أن تكون حاكمة، وهو أن يكون هنالك اختيارا حرا لمن يحكم، التوافق على دستور متوافق عليه، تحديد الحدود، تحديد الحقوق والواجبات، المصالحة الوطنية الشاملة التي تجعل كل الإريتريين شركاء في هذا الوطن، في حمايته، في الدفاع عنه، في كذا. وبالتالي أنت نتيجة المصالحة أنا متأكد ستنتقل، بدل كنت والله 2% تدخل لك مثلا 30%، ستنتقل ل 60% بكل بساطة، إذا حصلت حالة من التوافق الوطني الجامع الذي جعل كل إريتري، حتى الذين اليوم عندهم خصومة مع النظام، يشعرون بأنه والله لا، هذا البلد يحتاج منهم إلى. النقطة الثانية أيضا،
هذا النوع من التصالح مع المجتمع سيؤدي إلى أنه كثير من أصحاب رؤوس الأموال أيضا إذا ضمنوا بأن السياسة الاقتصادية في البلد حصل فيها تقنين وحصل فيها تنظيم وحصل، لأنه عندنا يعني صراحة من خلال ما وقفت عليه كذلك من التقارير الدولية حول الملاحظات على سيستم وبرنامج النظام السياسي، هنالك مشكلة في السياسات، مشكلة في الإجراءات، مشكلة في المؤسسات، مشكلة في قضايا المديونية، مما ترتب على ذلك التضخم والبطالة والفقر، يعني في إشكالات كبيرة جدا. فأنت أيضا محتاج إلى أنك والله تعيد النظام الاقتصادي مع إعادتك للنظام السياسي حتى تستطيع أن تجعل كل إريتري عنده قدرة مالية يمكن أن يستثمر ماله في داخل جميل. أخيرا دكتور حسن، خلينا ننظر إلى هذا الموضوع من زاوية شرعية دينية. نعم. يعني هذا الشعب محروم من الغاز والبترول والزراعة والثروة السمكية، الثروة الحيوانية والمعادن وما إلى ذلك، محروم نعم. من هذا الخير الموجود فيه هذا نعم. الشعب. نعم. كذلك محروم أن يبني بيته وأن يتوسع فيه، ومحروم أن يمكن لأبنائه في بلده، ومحروم ومجبور أيضا أبنائه في الخارج أن يدفعوا ويلتزمون بهذا. هذا كله حقيقة يعني من وجهة نظرك، يعني هذا الابتلاء من نظرة الشرع في وجهة نظرك، ماذا سبب؟ ما هو سببه؟ ما هو السبب لوقوع الشعب الإريتري في هذا الابتلاء؟ وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها في عهد الإيطالي يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع. هذا هو الاقتصادات، ما في اقتصاد تعبان. والخوف هذه الحروب التي نحن نبتلى على رأس كل 10 سنوات، على كل 10 سنوات حرب، مصيبة. صحيح. لماذا هذا الشعب مبتلى بهذين الأمرين، الجوع والخوف؟ شوف يا شيخ برهان، أولا لا بد أن نحيل الأمور ابتداء إلى أنفسنا قبل كل شيء، حتى فيما يتعلق بقضية السلطة والسلطة واجب عليك أنت أن تغير أصلا، تغيرها شرعا، هذه قضية. لكن خلينا نقول ابتداء بأن كثير من هذه الأمور لها علاقة بعلاقتنا ابتداء مع الله سبحانه وتعالى، ثم علاقتنا الشرعية مع بعضنا البعض. علاقتنا مع الله عبادة وتزكية ودعاء وتوحيدا وإخلاصا، لأن إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، هذا جانب. هذا ينعكس بطبيعة الحال في علاقاتنا البينية. ما كان في تقديري لا سلطة سياسية ولا غيرها تستطيع أن تتحكم في شعب إذا كان الشعب موحدا الله يعني موحدا لله، موحدا فيما بينهم. أحسنت. لكن النزاعات القبلية، العصبيات، الاختلافات البينية، هذه مما يؤدي ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. يعني لا يعقل 30 سنة الناس تقهر بهذا الشكل وتكون عاجزة في أنها تستطيع أن تضع يدها في يد يد بعضها. كثيرا ما تتكلم جزاك الله خير دائما عن قضية التعايش الوطني وكيف يمكن نحن أن نحقق هذا الأمر، ليس فقط بين المسلمين هذا واجب شرعي أن يكونوا أمة واحدة، هذه ما، لكن حتى بيننا وبين إخواننا شركاء الوطن. يعني كثير من الناس الآن حتى من إخواننا المسيحيين، يعني هذول مثلا يرون بأن والله هذا النظام، كثير منهم حتى لا نظلمهم، كثير منهم يرون بأن الإجحاف واقع عليهم أيضا وخرجوا ويعارضون. لكن سبحان الله كلانا هم في وادي ونحن في وادي. إذا أردت أنت والله لهذا الأمر أن يتغير لابد أن يكون إن تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسر، وإذا افترقنا تكسرت أحد. فالذي يجري الآن فعلا نتيجة ضعفنا، نتيجة انشقاقاتنا، نتيجة خلافاتنا، نتيجة ضعفنا، هواننا، عدم ثقتنا ببعضنا البعض، يؤدي بطبيعة الحال إلى أن الله سبحانه وتعالى يسلط علينا عبدا من عباده ويفعل فينا الأفعال. جزاك الله خير شيخ حسن، معك دقيقة واحدة تلخص لنا الحلقة من أولها إلى آخرها. الحلقة على كل هي خلاصتها، تكلمنا في موضوع الاقتصاد وأن الدولة الإريترية دولة واعدة، هذه أنا قناعتي عموما. دولة حقيقة أقول أحيانا لو وجدت فعلا إدارة راشدة ووجدت تصالح وطني ووجدت حرص من السلطة التي تقوم عليها على تطوير شعبها وعلى خدمة هذا الشعب، أنا متأكد أي إريتري يجي نصيبه هو في مواقع مختلفة من البلاد، لأنه عندنا من الثروات ومن الإمكانات ومن المحيط حقيقة الذي نعيش فيه ما يمكن أن تتحول فعلا كما قال في يوم من الأيام أبو القاسم حاج حمد المستشار الاقتصادي لسياسة فورقي، قال يمكن أن أحول إريتريا إلى سنغافورة القرن الأفريقي.
كان يمكن أن يكون ذلك، ولكن نتيجة على كل السياسات التي على كل نراها، نتيجة أنه الشعب للأسف الشديد اليوم هجر تماما وأخرج، وصار 50% من المجتمع الإريتري أمواله وكتلته البشرية اليوم تستثمر ويستفاد منها في مناطق أخرى. تكلمنا عن قضية دور المغتربين. دور المغتربين يشكل نسبة كبيرة جدا، ولكن ما يخشى أنه والله فقط ينظر إليهم كمنطقة جباية ولا ينظر إليهم كمواطنين لهم حقوق مقابل ذلك. يعني ليست القضية أنك والله أنت تحصل على هذا، لكن ما هي نظرتك لهذا الإنسان عندما يكبر؟ ما هي نظرتك لأبنائه بعد ذلك؟ كيف ترى؟ لأن كما يقولون الحالة الوطنية أو الولاء الوطني ليس ولا أن يسير في اتجاه صاعد فقط اللي هو من المواطنين إلى السلطة، لكنه أيضا حقوق نازلة من السلطة كذلك إلى المواطنين. هذه كلها لا بد أن نستصحبها. وإذا استطاع على كل الشعب الإريتري إن شاء الله أن يوجد نوعا من التوافق الوطني والحرص على أن يبني دولة فعلا تعبر عن مكوناته بمختلف اتجاهاتها، ستكون إن شاء الله دولة واعدة في المستقبل. شكرا فضيلة الشيخ حسن سلمان. مشاهدي الأكارم، كنا في حلقة ماتعة بعنوان دور المغتربين في دعم الاقتصاد، هل هو دعم حقيقي أم امتزاز؟ تحدثنا عن الاقتصاد الإريتري بتفاصيله، وتبين لنا أن إريتريا تمر بظروف، أو الشعب الإريتري يمر بظروف صعبة اقتصاديا وكذلك أمنيا. نسأل الله تعالى أن يرفع عنا هذا البلاء، ولا يمكن أن يرفع إلا إذا نحن رجعنا إلى الله. لا يغير الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صدقوني يا إخواني، الموضوع ليس عند النظام ولا عند الدولة الإريترية، الموضوع كله يعود إلى الله سبحانه وتعالى. ومدى ما قربنا نحن من ربنا سبحانه وتعالى وأصلحنا ما بيننا وما بين الله عز وجل، سيصلح الله عز وجل بلادنا. تذكروا هذا جيدا، ليس الموضوع عند النظام ولا الموضوع عند الدولة، الموضوع عند كل إريتري مسلم. متى ما تاب، متى ما قرب إلى ربه، سيصلح الله عز وجل بلده. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب.